ما تيجي نحضر القداس سوا. كل كنيسة وليها قصة، كل دير ومعاه حكاية. هنا في دوكو ستيبس بنمشي خطوة ورا الحكاية. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له: أنا جبرائيل الواقف قدام الله. حضرنا القداس في كنيسة مختلفة، كنيسة السوريانية. تعالوا نعرف تاريخ الكنيسة دي. زمان كان في عائلات في سوريا والعراق هاجروا هنا لمصر علشان الاضطهاد العثماني. جم هنا بدأوا في اسكندرية في بيت صغير ككنيسة. عددهم كتروا وكبروا، جم في غمرة في شارع قنطرة عملوا كنيسة اللي احنا فيها دلوقتي. الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية اتأسست في عهد القديسين بولس وبطرس، وفي الكنيسة بيستخدموا اللغة السوريانية، واللغة السوريانية دي كانت هي جزء من اللغة الأرامية، واللغة الأرامية كانت لغة سيد المسيح. والكنيسة اتبنت في عهد الأنبا جبرائيل إلياس الفخوري، واتدشنت رسمي سنة 1935 على يد الأنبا ماركو ريلس ميخائيل أنطون. ويقال إن البطريرك اتدفن تحت الهيكل جنب أخوه وأخته مريم الراهبة. وأقول لكم على حاجة، الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية بتتفق معانا في العقيدة، وعملوا قداس سنوي في 10 فبراير 2024، وكانت القداس بالطقس السورياني. اشترك فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأرمنية الأرثوذكسية والأثيوبية. وكمان السنة دي احتفلنا بمرور 1700 سنة على مجمع نيقيا، وكان القداس مشترك فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة السوريانية الأرثوذكسية والأرمنية الأرثوذكسية، وكانت أول مرة تجتمع فيها 3 بطاركة. وفي النهاية عايزة أقول لكم إن الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية قدرت تحافظ على إيمانها المشترك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العقيدة والإيمان الواحد، وبتحمل تاريخ عريق من جذور أنطاكيا إلى قلب مصر، ووجودها النهاردة استمرار لمسيرة روحية عمرها قرون.